السلام عليكم الخوت، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو ديالي هذا في احسن الحال والاحوال. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديالي كنقول لكم مرحبا بكم على قناه يوميات فاطمه زهره. لهذا النهار غنقدموا فيها واحد الكروكي بالزبده والزبيب والشكلاط فيرميسيل. دابا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نديروا المقادير. عندي جوج ديال البيضات، 150 غرام ديال الزبده، 150 غرام ديال السكر كلاصي، اللي ما عنده السكر كلاصي يمكن له يطحن سنيده، جوج خمارات، 400 غرام ديال الفرص. كنجيب البول ديالي تندير فيه واحد شويه ديال الملحه، بطبيعه الحال الملحه ضروريه في اي حاجه. كندير ديك جوج بيضات وكنزيد عليهم الزبده، اي زبده عندكم، يا حيوانيه يا د البواطه يا هذه مارغرين. انا تصابت عندي هذه مارغرين درتها 150 غرام. دابا غنزيدو عليها ديك السكر كلاصي، اللي ما عنده السكر كلاصي يمكن له يطحن سنيده. المهم عندنا الغرض انها تكون رطبه باش ما تبقى لنا سنيده محرشه. كنزيدو كلشي وكنخلطوها بيدينا حتى كترجع كريم. كنبقاو ندلكوها بيدينا حتى كترجع بحال الكريم، ما كتبقاش الزبده باينه، ما كتبقاش ديك السكر باين، ما كتبقاش البيض باين. كتخلط مزيان، كنعطيوها الخاطر ونعطيوها الكانه. بطبيعه الحال الزبده خصها تكون بحراره المطبخ، لا هي ولا البيض. صافي كنبقى معاها هكا كنعركها حتى كتعرك مزيان. ملي كتخلط مزيان كنبقى نزيد الطحين دفوعات، كندير ديك جوج خمارات وكنبدا نزيد الطحين دفوعات وكنبقى نعرك بيدي، كنعرك بيدي مزيان حتى كيدخل الطحين مزيان. ما كتبقاش الطحين باين. عاد كنقبط الزبيب. عندي انا الزبيب في الحقيقه ما عبرتوش، غير كان عندي واحد شويه قطعته طريفات هكا بالموس، قطعته دققته مزيان ايوا وزدته على العجينه. ودرت جوج معلقات تقريبا ولا ثلاثه ديال الشكلاط فيرميسيل. الزبيب والشكلاط راهم غير اختياريين، غير اللي بغى يزيدهم، اللي ما عندوش بلاش ماشي مشكل. غير انا حيت عندي زدتهم وزدتهم حتى التالي باش منين نكون باش غير نسالي غير نديرهم غادي نجمع العجينه، ما نبقاش نعرك فيها، لان هي خصها تجمع مزيان. ولا درت الزبيب عندي مقطع ورطب غادي يتحلس والشكلاط غادي يذوب وما غادي يبقى فيه حتى شي منظر. زدتو حتى التالي على داك الاساس. صافي دابا راني غادي نجمع العجينه ديالي وغادي نفرقها على جوج، ولا بغيتو تفرقوها الا بغيتوها اصغر غادي تفرقوها على ثلاثه ولا شحال ما بغيتو، قداش ما بغيتو ديروا الحجم ديروه. المهم انا فرقته على جوج. صافي كنبقى هكذا كنخلط حتى كندخل داك الزبيب وديك الشكلاط في العجينه وصافي. راه 400 غرام ديال الفرص كتجيني نيشان. انا فرقته على جوج. شوفوا الشكلاط فيرميسيل ما دايب ما والو، الزبيب حتى هو كل حبيبه شاده بليصتها، ما مخلط ما حتى شي حاجه. المهم دابا غادي نلويه بحال هكا، غنديرو غير حرابل. الطبسيل عندي راني دهنته بالزيت، الفران راني شعلته كيسخن. ما كنحربلوش مزيان، انا خليته غلات شويه. كنحربلو هكذاك مزيان عاوتاني ماشي بزاف، عاوتاني باش ديك الشكلاط نيت ما يذوبش، راه على داك الشيء درتو حتى التالي. صافي كنهزو تنديرو في الطبسيل. الفران راه عندي كيسخن. دابا غادي نبقى نقرص فيه شي شويش. دابا غنهبط نبسطو واحد شويه بيديا ونقادو مزيان، لان في الفران فاش غادي يدخل الفران راه غادي يتنفخ. وغادي نجيب البيض. انا عندي الكاكاو زدتو مع البيض، درت بيضه كامله، اللي بغى يدير غير الصفر يديرو. انا درت بيضه كامله ودرت معاها معلقه الكاكاو ودهنت له الوجه. صافي كنبقى بيديا كنبسطو بحال هكذاك حتى كيتبسط واحد شويه، ماشي رقاق عاوتاني. صافي انا قلت لكم دابا جبت البيض مع الكاكاو. انا عندي الكاكاو درتو، اللي ما بغاش يدير الكاكاو ما يديروش، اللي ما عندوش ما يديروش ماشي مشكل. اللي عنده القهوه سريعه الذوبان يديرها، كل واحد يدير اللي عنده. اللي ما عندوش يدير غير البيض كاع بوحدو.
ولكن الا كنتي غدير البيض بوحدو دير غير الصفر. هادشي اللي كاين. انا كندهن لها حتى الجوانب ديالها وكل شيء، لانها غادا تنفخ، وديك الدين راه ما غيبقاش ديك البيض راه غادي يطلع. باش ما يهبط لكمش، حاولوا ما يهبط لكمش البيض مع جنابه باش ما تلصقش في التبسال. كندهنها مزيان لان الشكلاط والبيض، ديك الكاكاو والبيض ما كينسجموش دغيا. كنبقى عاطيها الخاطر هكذا حتى كندهنها كلها. الفران راه كيسخن صافي، وغادي ندخل الطبسيل ديالي للفران. غادي ندير العافيه من التحت وغادي نخليها كطيب. غنسد عليها الفران ونخليها كطيب. هذا راه ماشي بحال الفقاس، هذا كنخليوه يطيب نيشان. ما الفقاس كديروا له غنس طيبه، هذا لا، هذا كنخليه يطيب مزيان حتى كيتحمر مزيان، وعاد كنخرجو ما حدو رطب وفتي كنقطعو، ما كيتهرس ما حتى شي حاجه. ولكن عاوتاني ما تخليوهش يقصح. كندخلو للفران، راه تقريبا كياخد ديك نص ساعه 35 دقيقه، المهم على حسب الفران، كل وحده على حسب الفران ديالها. انا خليته طاب مزيان وخرجته، تحمر مزيان من الجوانب ومن كل شيء، وعاد خرجته. انا نزوقه بعدا بالفرشات. راه زوين البنات، كيجي لذيذ، كيصلح للفطور، كيصلح للكوتي. دابا وقت المدرسه يصلح للوليدات ديروا لهم في ديك في هذا في البوكس ديالهم، يديوه معاهم الفطور ولا الكوتي مزيان. ها هي دي طابولي دابا مزيان. شوفوا قداش البنات رجعوا، راهم كبروا. صافي خرجتهم، درتهم في ديك البلاطو. راه كنت دايره المنديل راه غير عراق وحيدته. دابا حيت راني حيدت المنديل لاننا غادي نقطعو. قطعته. اللي ما بغاش يحمرو راه ماشي مشكل، لان كيكون طايب. اللي بغى يخليه هكاك بيض كيكون طايب. غير انا ردته للفران تحمر شي شويه هكا في الوجه وصافي، ما هو راه تيكون طايب. شوفوا البنات راه كيجي فتي وزوين بالزبده، كيجي واعر، ومع مع ديك الزبيب اللي درت له داك الفيرميسيل، والله الا جا رائع. صافي وهكذا هو دا الوصفه ديالنا تسالات وبالصحه والراحه. وهادي ونتمنى منكم انكم ديروا لي اللايك واشتراك وتخليوا لي شي تعليق زوين. وبالصحه والراحه البنات، والسلام عليكم. وجربوها راه وشكرا على البنات بعداك، شكرا للبنات بزاف اللي تزادوا عندي في القناه. كنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم وعلى التعليقات ديالكم وعلى المشاركه ديالكم، شكرا بزاف. الى اللقاء.